بعد سقوط القذافي من سيحكم ليبيا في الفترة المقبلة؟ أسئلة كثيرة. بحسب صحيفة التايمز البريطانية فإن هناك 4 أسماء بارزة مرشحة لتتولى السلطة في ليبيا اتفق عليها مراقبون دوليون، وهي تنتمي إلى قبائل ليبية كبيرة. يأتي في مقدمة تلك الأسماء رئيس المجلس الانتقالي الحالي مصطفى عبد الجليل، الذي كان قاضيا ووزيرا للعدل في عهد القذافي، ومن ثم انشق وانضم إلى صفوف الثوار بعد اندلاع الثورة. الاسم الثاني الذي يرشحه المراقبون لرئاسة ليبيا هو رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الانتقالي محمود جبريل، المعترف به دوليا بأنه رئيس للوزراء الليبي. من محمود جبريل شغل منصب رئيس المجلس القومي للتنمية الاقتصادية في حكومة القذافي، كان له دور بارز في تعزيز دور القطاع الخاص في البلاد. المرشح الثالث، إذا ما تحدثنا عن المرشح الثالث لحكم ليبيا، هو عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي والناطق الرسمي بلسان هذا المجلس. هو نقيب المحامين الليبيين في اتحاد المحامين العرب، واشتهر دائما باهتمامه بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان. هناك أيضا مرشح رابع لرئاسة ليبيا ولكرسي الرئاسة الليبية، هو عمر الحريري، رئيس لجنة الشؤون العسكرية في المجلس الانتقالي. كان من أبرز الضباط الذين ساعدوا القذافي في انقلاب عام 69، لكنه حاول فيما بعد الانقلاب على العقيد فسجن لمدة 15 عاما، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزله. إضافة إلى هذه الأسماء الأربعة التي تتمتع بدعم قبلي، هناك 3 شخصيات عسكرية ليبية لا تتمتع بالسند القبلي ذاته للأسماء التي أوردناها سابقا، لكن لها أيضا وزنها، وهي مهدي الإحراتي، قائد لواء تحرير طرابلس الذي هاجم العاصمة. عاش في إيرلندا لمدة 20 عاما، وقبل أن يعود إلى ليبيا في شهر فبراير الماضي لينخرط في صفوف الثوار. أيضا هناك عبد الحكيم الخويلدي، قائد مجلس طرابلس العسكري الموالي للثوار، وكان قائدا للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة المصنفة عالميا كمنظمة إرهابية. اعتقل في ماليزيا وسلمته أمريكا إلى ليبيا قبل 7 سنوات. خليفة بالقاسم حفتر، وكان ضابطا في جيش القذافي قبل أن ينشق وينضم إلى صفوف الثوار. وقد تنافس هو بشدة مع اللواء عبد الفتاح يونس على قيادة الثوار، وفق ما ينقله مراقبون من الداخل.